السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض البسطرمة الحلوة دي من تجهيزات رمضان، علشان برضو اللي عايز تعمل، في ناس بتحبها بتعمل بيها الجلاش اللي هو الحادق. بتدخل في اكلات كتيرة قوي، انا عن نفسي ما بستغناش عنها. تمام. انا جبت عرق صغير مش كبير. طبعا مع الغلاء اللي احنا فيه ده، فاحنا كل واحدة بتقتصد، لان البسطرمة بره سعرها عدى 300 جنيه، فما يرضيش ربنا ابدا ابدا. فقلت اجيبها انا واعملها انا في البيت، مضمونه اولا، وثانيا توفير كتير جدا. تمام. العرق ده تقريبا كيلو ونص، صغنن خالص مش كبير، بس هيقضي الغرض يعني. هنا جبت العرق اهو، نضفته، ما ينفعش يكون فيه اي دهون تماما. بصي، ما ينفعش فيه يكون اي دهون تماما، على قدر المستطاع يعني. تمام. هقول لكم بقى هنعمل ايه. اول حاجه هجيب شاشه كده تكون نظيفه وتكون خفيفه، وهنا دي شبكه اللي هحطها عليها. تمام. اول حاجه هحط بس صينيه والشبكه، وبعد كده انا عايزه اقول لكم الشاشه بص وتكون مخرمه جامد، يعني خفيفه خالص. هحط بقى صينيه وعليها الشبكه، وفوق الشبكه الشاشه بتاعتي. واجيب كده كميه ملح، ما تقلقيش. انا عايزه احط كميه ملح محترمه. وبعد كده انا هشطف اللي هشطف ملح، مش هيبان له خالص اي اثر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هبتدي اعمل في كده فتحات عشان الملح يدخل جوه ويخرج لي اي سوائل من عرق اللحمه. تمام. ادي الملح بتاعنا بقى واكمله هنا. بصي، ما قلت لك ما تقلقيش، كل ده هيروح. اللي اول مره تدخل قناتي ما تنسانيش في الاشتراك واللايك عشان يصلك ان شاء الله كل جديد. وابتدي اعمل هنا برضه فتحات. يلا كلنا نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ندعي لبعضنا بظهر الغيب يا جماعة في الأيام الحلوة دي. واللي ما بيصليش يصلي، واللي بعيد عن ربنا يتقرب إلى الله بقدر الإمكان. اللي ناس موتانا يدعو لهم هم كمان، ربنا يرحمه ويعفو عنهم جميعا يا رب. وما ينساش أمي وأبويا بالدعوات، رحمة الله عليهم إن شاء الله. خلاص كده. الملح ما تقلقيش، قلتلك الملح ده كله هيروح، بس عشان أضمن إن هو ما يكونش فيه سوائل خالص في اللحم. هبتدي بقى ان انا الف كده العرق بتاعي. تمام جدا. تلفيها كده بالراحه وتقفلي عليه كويس. هتحطيه في نفس المكان، على برضو على الشبكه، زي ما انا حطاه كده. بصي، تمام جدا جدا اهو. وابتدي ان انا اجيب حاجه تقيله عليه، يعني بقى الحاجه تقيله عندك 4 5 كيلو 6 كيلو، اي حاجه تقيله عندك. انا هحط كده البرانشه دي واحط عليها اي حاجه تقيله. تمام، لمده 24 ساعة. بعد كده نرجع بقى ونشوف ايه شكله عامل ازاي. هنا بعد 24 ساعة بصوا السوائل اللي نزلت قد ايه، كمية كبيرة جدا طبعا على حجم عرق اللحمة. الاول حاجة هفكها وهشطفه بالمية كويس جدا عشان الملح اللي فيه. تمام. وهغسل الشاشة بتاعتي دي واعصرها تمام التمام، وارجع لكم ان شاء الله واقول لكم هنعمل ايه باذن الله. تمام اهو. بصوا انا غسلته كويس قوي، ما فيهوش اي اثار للملح خالص، وهو نفسه ناشف جدا جدا جدا، ما فيهوش اي سوائل. خلاص. بس طبعا هو بقى رفيع قوي لان هو اصلا وزنه قليل. وهبتدي اعمل كده فتحه على الحرف عشان هي دي اللي انا هعلقه منها. تمام. اجيب كده قطن، خيط قطن يكون نضيف، واعمله مجوس عشان برضو ايه للامان يعني. وابتدي ان انا ايه اربطه يعني. هو زي ما قلت لكم، هو طبعا طلع رفيع مش سميك، لان هو بالوزن. انت كل ما تكبري عرق اللحمه كل ما تبقى معاكي البسطرمه تكون معاكي عريضه وحلوه. بس احنا بنقول احنا في الغلاء اللي احنا فيه ده، احنا كل واحده بتحاول تصرف نفسها او تدبر في بيتها. خلاص كده. تمام جدا. هبتدي بقى زي ما قلت لكم الشاشه بتاعتي انا غسلتها اهو وعصرتها تمام جدا جدا جدا، والفه بيها تاني لمده 24 ساعه تاني يتعلق، لحد بقى ما يجف من ميه كمان اللي انا شطفته بيها. تمام كده. هسيبه لتاني يوم، ونروح بقى نحضر ايه الخلطه بتاعتنا ان شاء الله تاني يوم بقى. الخلطه بتاعتي هنا بقى معايا قرن فلفل حامي
طبعا الحاجات دي 3 فصوص توم بس كبار، يعني لو انت هتجيب فصوص عاديه هاتي ضعف 6 فصوص مثلا. تمام. ومعايا كوبايتين حلبه انا جايباها وغسلاها وطحناها. عايزه تجيبي حلبه جاهزه مطحونه برضو براحتك، فهماني. دي علبه مطحونه تمام جدا جدا جدا، ناعمه جدا. وهنا قرن فلفل احمر برضو. وعايزه اقول لك ده قرن فلفل اللي هو الالوان، يعني بيبقى طعمه مش حراق بس بيدي طعم ولون جميل جدا يعني. خلاص كده هقول لك بقى بقيه البهارات اللي هتحطيها. تمام. هنا بقى بقيه البهارات هحط هنا كزبره وكمون وفلفل وثوم مطحون وبصل مطحون وملح وبابريكا كتير وشطه حسب الرغبه. هحط بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هبتدي كده حطيت كل التوابل واضرب دول الاول مع بعض. تمام اهو هضربهم الاول مع بعض واقوم حطاهم على الحلبة. تبتدي بقى تعجنيها كويس جدا، هي هتديكي كده سبحان الله عجين حلو قوي. على فكرة يا جماعة الكمية دي على قد بالظبط بالظبط، هتلاقوها بالظبط على قد العرق الصغير اللي انا عاملاه. انت عايزة تحطي تجيبي اكبر فزودي شوية في الكمية. تمام. عجينة كويس قوي لحد ما تلاقي كلها بقت عجينة لينة كويس يعني بحيث انت تعرفي تمسكيها وتعرفي تغلفي بيها اللحمة. بصوا كمان حتى لونها هيبقى لونها جميل يعني حلو ان شاء الله. فجربي مش هتخسري اي حاجة والله، وتوفير جدا 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 ما يرضيش ربنا يعني. بصي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بص اللون حقيقي تحفة. يلا بقى نشوف بقى نجيب اللحمة بتاعتنا. احنا كده تاني يوم نجيب اللحمة بتاعتنا ونبتدي ان احنا نغلفها. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي كده خلاص بقت جافة جدا جدا. تمام. جافة جدا جدا. هبتدي بسم الله وابتدي ان انا احط كده الخليط ده عليها. بس يعني اقول لكم على حاجة، انا مش بعرف اشتغل كده، انا بحب اشتغل بايدي زي ما انتم عارفين. هبتدي بقى انا اشتغل بايدي افضل، لان المعلقة دي كده هتعلني وانا مش ناقصة بصراحة. هبتدي ايوه اجيب كده بايدي وافرده كلها، افرده ما اخليش اي حته في تكون فارغه يعني. تمام اهو. بصوا بالميه، وابتدي ان انا عملت بالميه، مسحت عليها بالميه عشان تقفل كل المسامات اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. دي الكميه كلها يا بنات اهي. بصوا بالميه بقوم مسحه كده بتقفل معايا اهو. الكميه اللي انا عملتها كانت كلها خلصت هنا، وهوريكي دلوقتي البوله اللي انا كنت عامله فيها. تمام اهو. بصي بسم الله ما شاء الله. خلاص كده هبتدي بقى كده برضو الفه بنفس الشاشة، برضو الفه بالشاشة وبالظبط كده هيقعد من 10 ل15 يوم، برضو حسب حجم البتاع. وبعد مرور 15 يوم زي ما احنا قلنا اهو، قطعت اول حتة عشان اعرف اقطع معاكم. بصوا الشكل بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. والله العظيم والله والله ان اولادي قالوا احلى من الجاهزة كمان. بصوا لونها، اعتقد لون باين. هي زي ما قلت لكم هي رفيعة لان هي حجم العرق اللي انا عاملاه صغير اساسا، لكن حقيقي طالعه تحفه بمعنى الكلمه. انا على فكره انا بقشرها، مش بنحب ناكل اولادي مش بيحبوا ياكلوا طعم الثوم، فهتلاقيني بقشرها. عايزه اقول لك بقى نصيحه في التقطيع، لو انت جنبك لبان مثلا هيرضى يقطعها لك ولا حاجه قطعيها عنده. لو ما عندكيش وانت مضطريه تقطعيها زي حالاتي كده، لازم تكون سكينه كبيره وعريضه، وفي نفس التوقيت تكون حاميه جدا عشان تديكي الشرايح الرفيعه زي ما انا مقطعه كده. تمام. بصي بسم الله الرحمن الرحيم. اهي السكينه كبيره والسكينه حاميه جدا على فكره عشان تديني الشريحه رفيعه اهو. هتلاقيها سهله معاكي لان هو بيبقى ناشف فبيبقى سهل التقطيع ما تقلقيش. اللهم صل على سيدنا محمد. حقيقي النتيجه كانت مبهره جدا والله العظيم، كانت تحفه تحفه بمعنى الكلمه. جربي مش تخسري حاجه، يا دوب تقدري تعمليها قبل رمضان ان شاء الله على خير، وتعمليها وتعملي زي ما انا عملت كده. انا عملت منها اطباق حسب استخدامك، وتشيلي وتسحبي زي ما انت عايزه. في ناس بيحبوا عايزه تعمليها بالبيتزا، احنا بنعملها العادي تمام. عايزه تدخليها في اي مكرونات، تدخليها في اي معجنات. بصي اشكال والوان يعني، كلنا عارفين البسطرمه. بصوا الشكل
بصوا والله العظيم حقيقي انا معجبه بيها جدا، حلوه قوي قوي، بسم الله ما شاء الله. بصوا حلوه قوي قوي قوي، جربي. كده كده احنا حتى لو في غلاء هنعمل ادينا برضو بنحاول نشتري حاجه، بس بنحاول نوفر فيها، وربنا بيكرمنا ان شاء الله يعني بيبارك في الحاجات اللي عندنا. فحتى لو قليله، حتى لو انا جايبه حاجة زي ما انا جبت كده عرق صغير، لكن ربنا بيبارك والحمد لله رب العالمين وبيعين الواحد. فجربي يلا وقولي رايك، واللي تجرب تقولي في الكومنتات، ولو واقفه معاكي اي حاجه انا تحت امرك. بصوا الشكل، اقسم بالله على فكره كانت تحفه، وبشهاده اللي حواليا كلهم الحمد لله رب العالمين. عايزين نبطل نشتري الحاجه اللي تغلى علينا، نعملها، مش ما نشتريهاش، لا الحاجه اللي تغلى علينا نعملها. كل سنه وانتم طيبين.